السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته، ورسولاً عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وعلى من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها منذ سنوات طويلة مضت في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. حي الله أهل تونس الخضراء، حي الله أهل تونس الزيتونة، حي الله أهل تونس أرض العلم والعلماء، حي الله أهل تونس أرض الكرم والضيافة والوفاء. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وشكر الله لكم هذا الحضور وهذا الحب وهذه الحفاوة، وأنا أبادلكم حبا بحب ووفاء بوفاء. وأشكر لأخي الموفق المبارك الشيخ بشير على هذه المقدمة، وأشهد الله أنني لا زلت طالب علم أحبو على طريق الطلب، وأردد حين يذكر اسمي إلى جوار العلماء والأئمة، أردد: أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي. فإن لحقت بهم بعدما سبقوا، فكم لرب السما في الناس من فرجي. وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا، فما على أعرج في ذاك من حرجي. لا زلت وسأظل طالب علم حتى ألقى الله، وما حدثتني نفسي أشهد الله يوما أنني من العلماء، فضلا عن أن أكون من الأئمة، بل أنا أحبو على طريقهم، وأجمع من أقوالهم وأزهارهم ووردهم، لأشكل منه باقات جميلة وأزهارا خلابة جذابة، لأطوق بها أعناق أهلي وأحبابي وطلابي وأبنائي من أبناء تونس. بل وأنا أبشركم كما قلت لإخوانكم هنالك في العاصمة: أشهد الله أنني ما قدمت حلقة من حلقات التفسير للقرآن على شاشة قناة الرحمة إلا وراجعت الآية التي سأقدمها في أكثر من 40 تفسيرا من أوائل هذه الكتب، كتاب إمامكم وعالمكم النحوي اللغوي البارع الإمام الطاهر بن عاشور. فأنا أقول أنا تلميذ على هذا الشيخ، ومن ثم فأنا الليلة بين أيديكم أقول:
هذه بضاعتكم ردت إليكم. أحبتي في الله، إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا موضوع محاضرة الليلة. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الفتن. إننا نعيش الآن زمان الفتن بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويحتاج شبابنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا إلى تأصيل شرعي لا يبتعد عن الواقع. فأنا أدين لله بأنه لا يجوز أن تكون البلاد والأمة بمشكلاتها وأزماتها في واد، وأن يكون علماؤنا ودعاتنا وشيوخنا بطرحهم العلمي والدعوي في واد آخر. فالأمة في كل أزمة ومع كل محنة، مهما تحدث الساسة ونظر المنظرون وعلماء الاستراتيجيات وعلماء الإعلام والمفكرون والأدباء، تبقى الأمة مع كل ذلك متلهفة لتسمع قول الحق من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وطلبة العلم النجباء الذين يؤصلون للأمة ويشخصون لها الداء ويحددون له الدواء من كتاب رب الأرض والسماء وسنة سيد الأنبياء وإمام الأتقياء، بعيداً عن السياسة القاصرة، وإنما من خلال القرآن والسنة الطاهرة. إننا نعيش فعلاً زمان الفتن. فأنا لا أعلم زماناً من خلال قراءاتي انتشرت فيه فتن الشبهات وفتن الشهوات كزمان الإنترنت والفضائيات. إنها فتن وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم بقطع الليل المظلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه أي هذه أكبر من كل الفتن السابقة، هذه. اسمع: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف،
يعني من عرض نفسه لهذه الفتن قطعت رقبته وأهلكته، ومن تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. مكمن الخطر أن الفتن كالمطر، والله كالمطر. هل تعلم أن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قد وصف الفتن بهذا الوصف في عهده الشريف المبارك؟ ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، يعني على مكان مرتفع من جبال المدينة، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. لذا دخل يوما أو استيقظ من نومه يوما فزعا، أو دخل يوما على أم سلمة فزعا، والحديث في صحيح مسلم، وهو يقول: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا الوصف يا أبنائي ويا أحبابي يجعلنا ورب الكعبة نقف وقفة متأنية. والفتن بالجملة خطرها أنه لا حصر لها ولا عد، وإن كانت تجمع في نوعين اثنين فقط، ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات وفتن الشبهات. لو ذكرت لي الآن أي نوع من أنواع الفتن التي تخطر على قلبك أو على عقلك، أستطيع أن أدرج هذا النوع أو هذه الفتنة تحت نوع من هذين النوعين، إما أن تكون فتنة شهوة، وإما أن تكون فتنة شبهة. روى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. رسول الله لا يخشى على أمتي من الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتن الشهوات كثيرة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أنت هنا في دار فتنة، في دار ابتلاء واختبار. فالفتنة لغة بمعنى الامتحان والاختبار، وهي مأخوذة من قول العرب: فتنت الذهب والفضة إذا أذبت الذهب والفضة في النار لتميز بين الرديء والجيد. فالفتن أيها الأفاضل شهوات، أموال، نساء، مناصب، كراسي، جاه، سمعة، شهرة، إلى غير ذلك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. وفتن الشبهات وما أكثرها وما أخطرها. ربما لو وقع ابن من أبنائنا في فتنة شهوة، إن ذكر بالله في محاضرة كهذه تذكر، وربما بكى وتأثر،
وعاهد ربه على الأوبة والتوبة. أما فتنة الشبهة فهي خطيرة، لأن الشبهة إن وقعت بالقلب قد يبذل صاحبها من أجلها نفسه، لأنه يتصور أنه ينصر دينا وينصر عقيدة. هذه الفتن أيها الأفاضل تحتاج إلى منهج واضح للخلاص ومنهج واضح للنجاة. مكمن الخطر أن الفتن بنوعيها تعرض على القلوب لا على الأبصار والأسماع فحسب. قد يجلس ابن من أبنائنا أمام موقع إباحي على الإنترنت ويقضي ساعة أو أكثر، ثم يغلق الجهاز ويذهب إلى فراشه لينام ويغمض عينيه، وقد أغلق الجهاز فهو لا يسمع صوتا ولا يرى مشهدا، بل أغمض عينيه بالفعل، ومع ذلك تتوالى على عينيه كل المشاهد التي رآها تترى، وتتردد على أذنيه كل الألفاظ التي سمعها آنفا. لماذا؟ مع أنه لا يرى بعينه ولا يسمع للتو شيئا بأذنه، لأن الفتنة عرضت على قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب. خلي بالكم يا شباب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا 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 عودا، فتنة 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 فتنة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص، لا تستطيع أن تسمعه عن الله، ولا تستطيع أن تسمعه عن رسول الله. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. إلا ما أشرب من هواه يحركه الهوى، والهوى لا يدفعه الدليل، بل لا يدفع الهوى إلا بتقوى الملك الجليل. يثير شبهة فترد عليه الشبهة بالدليل فلا يقبل، بل ولو سقت له عشرات الأدلة فلن يقبل، لأن الهوى لا يدفع بالأدلة بل يدفع بتقوى الله جل جلاله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة
ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض. قلت أيها الأفاضل: القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو الملك، والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد، والجوارح جند له وخدم. إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. قلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء. قلب في أعلى عليين، وقلب في أسفل سافلين، في درك الشياطين. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. إذن خطر الفتن أنها كثيرة، وأنها تعرض على القلب. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسمعته أم سلمة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، فقالت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما سمي القلب قلبا إلا من كثرة تقلبه، ما سمي القلب قلبا إلا من كثرة تقلبه. فاحذر على القلب من قلب وتحويل. لا تعرض نفسك للفتن، ولا تقل أنا قوي سأفند فتنة الشبهة وسأتحمل فتنة الشهوة. إن السعيد لمن جنب الفتن، وهذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح من حديث المقداد بن الأسود قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ثلاثا. فالقلب قد تعرض عليه الفتنة فينقلب. كم من أبناء وأناس عرضوا أنفسهم لفتن الشهوات أو الشبهات، فغرقوا في بحارها وسقطوا في شباكها، فلم يستطيعوا الخلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا ينبغي أن يعرض العاقل نفسه للفتنة، ولا ينبغي أن تعرض المسلمة العاقلة نفسها للفتنة، بل عرض نفسك لمواد الإيمان ومواد الخير. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال:
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وعند ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: القلب كريشة ملقاة في فلاة، أي في صحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن. يعني قلبك الآن على حال. انظر إلى السكينة، ما شاء الله. وأنا أحيي أهل تونس على هذا الأدب في إنصاتهم لأهل العلم مع هذا الزحام الشديد والحر القائض. لا تكاد حتى أن تسمع همسة. هذا من أدبكم وفضلكم وتقديركم لكلام ربكم وكلام نبيكم الذي يجريه الله على لسان طالب العلم الذي يجلس بين أيديكم ليسمعكم عن الله ورسوله. القلب كريشة، وأرجو أن تتصور ريشة في صحراء في يوم عاصف تقلبها الريح ظهرا لبطن. أنت تجلس الآن في بيئة الإيمان، تسمع عن الله وتسمع عن رسول الله، تجدد الأوبة وتجدد التوبة، وتعاهد ربك على أن تسير على طريقه، وتعاهد ربك على أن تتبع رسوله، وتعاهد ربك على أن تترك الحرام وأن تسلك طريق الطاعة. يزداد الإيمان في قلبك لأننا ندين لله. كما قال الإمام البخاري: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فنحن ندين لله بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وسأتحدث غدا بإذن الله جل وعلا في صفاقس عن هذه القضية الكبيرة، عن قضية الإيمان والاستقامة عليه بإذن الله جل وعلا. الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإيمانك الآن يزداد. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. والقلوب 4: قلب أجرد فيه سراج يزهر، وقلب أغلف، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إن غلبت مواد الإيمان على قلبك مال إلى القلب الأجرد، وإن غلبت مواد النفاق على قلبك مال إلى القلب المنكوس. فاختر لنفسك ما الذي ستعرضه على قلبك. لا تجلس بين يدي أهل العلم في بيوت الله لتسمع عن الله ورسوله ثم بعد ذلك تعرض قلبك على مواد النفاق ومواد الفسق والمعاصي، فأنت لا تضمن كيف يكون حال قلبك إذا عرضت عليه فتنة شهوة أو فتنة شبهة، لا تضمن. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. لا تعرض نفسك ولا تفتح صدرك للفتن، فقد تستشرفك فتنة أي تهلكك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حافظ على بيئة الإيمان، حافظ على بيئة الطاعة، حافظ على أن يعرض على قلبك وبصرك وسمعك ما استطعت
أن تعرض على سمعك وقلبك وبصرك مواد الإيمان، لأن الإيمان يزداد في قلبك بها ويقل في قلبك بمواد المعصية والنفاق. يسألني مسؤول كبير في مصر وقال لي: يا شيخ محمد. قلت: نعم. قال: أنا مستغرب لحالي وأريد أن أسألك في أمر غريب. قلت: تفضل. قال بأنه كان لا يستطيع أبدا أن يبيت ليلة إلا على صوت أم كلثوم، وأقسم لي بالله أن النوم لا يطرف عينيه أبدا إلا إذا وضع شريطا أو شريطين. ثم سافر إلى العمرة. قال لي: ومكثت شهر رمضان كاملا إلا أياما قليلة، أصوم النهار وأصلي الليل، أصلي التراويح وأصلي التهجد، وعدت قبل العيد بيومين. قال: واستقبلني أهلي في المطار، وحينما خرجنا من المطار هم يعلمون عشقي لأم كلثوم. قال: فوضع ولدي شريطا، وما أن وصل صوتها إلى أذني إلا وقلت: أغلق أغلق أغلق. قال: فتعجب الولد ونظر إلى أبيه نظرة استغراب، وقال: ما الذي حدث يا أبي أو يا بابا؟ ما الذي حدث؟ فقال لي: والله يا شيخ كأني أسمع شيئا يؤذيني ولا أطيق أن أسمع، وما عرفت معنى كلمة نشاز إلا في هذه اللحظة. فهو يقول: أنا خايف على نفسي، إيه اللي حصل لي؟ ما الذي جرى؟ قلت له: الأمر ببساطة وبسهولة أنك مكثت شهرا كاملا لا تعرض على قلبك إلا مواد الإيمان، فحين عرضت عليه بعدما امتلأ بهذه المواد مادة أخرى تناقض مادة الإيمان أنكرها ورفضها. هكذا القلب كهذا الكوب، إن ملأت هذا الكوب بالماء حتى يسيل الماء على جوانبه لا يستطيع العاقل أبدا أن يسكب في هذا الإناء الممتلئ سائلا آخر، وإنما إن أردت أن تضع سائلا آخر فلا بد أن تخلي بنفس القدر الذي تريد أن تضع به السائل. أو قطعة الإسفنج التي تمتص الحبر مثلا أو السائلة إذا تشربت لا يمكن أن تقبل سائلا آخر إلا إذا ضغطتها وأخليت ما فيها لتتشرب نوعا جديدا من السوائل التي تريد. كذلك القلب يا أحبابي ويا أبنائي، حافظوا جدا على ما يعرض على القلب في زمان الفتن، لأنه زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، وهذا الوصف ليس من كيسي ومن عندي، بل هو وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه التافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. ألم يتكلم الرويبضات الآن في أمر العامة؟ ألم ينطق السفهاء الآن في أمر الدين بل في أصوله وأركانه؟ ألم يصدق الكاذب
ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وإذا انشغل قلبك بالحق هديت إلى الحق، وإذا انشغل قلبك بالباطل وقعت في الباطل. احذر هذا التأصيل: إذا انشغل قلبك بالحق هديت إلى الحق، وإن عشت باحثا عن الحق وفقت للحق، وإن انشغلت بالباطل وبحثت عن الباطل لن تسمع إلا الباطل، ولن تقرأ إلا الباطل، ولن تصدق إلا الباطل، ولن تنطق إلا بالباطل. من أعجب ما سمعت ما أخبرني به إخوانكم في مدينة بروكلين بأمريكا. كنت هنالك وشد انتباهي شاب من الشباب أو أخبروني عن قصة شاب، هذه قصة أخرى، أخبروني عن قصة شاب من الشباب وهو أمريكي. هذا الشاب دخل على إخواننا يوما في صلاة الفجر أو في صلاة الصبح، وكلاهما صحيح، وقال لهم: دلوني كيف أكون محمديا، كيف أكون مسلما. قالوا: من أنت وما قصتك؟ قال: دلوني ولا تسألوني. قالوا: اغتسل. فاغتسل في نفس المركز ونزل إلى الإمام، ردد خلف الإمام الشهادتين، قال: علموني الصلاة، فعلموه الصلاة، ثم صلى معهم الصبح بعد انتهائهم من الصلاة، وجلس في المسجد يبكي، وحافظ على الصلوات في اليوم الأول. تريد شيئا؟ وحافظ على الصلوات معهم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. اقترب منه أخ من إخواننا المصريين وقال له: يا أخي، أنا صرت أحتقر نفسي إلى جوارك، أنت لم تدخل الإسلام إلا منذ 3، ومع ذلك تصلي وتبكي ولا تريد أن ترفع رأسك من السجود، وصرت أحقر نفسي إلى جوارك، أسألك بالله دلني، ما حكايتك، ما قصتك؟ فقال له بأنه شاب نصراني، وكان ينام طوال الليل يبكي ويسأل ربه جل وعلا أن يدله على الحق. لا إله إلا الله. يقول: لا تفوت ليلة إلا وأنا أبكي وأقول: اللهم دلني على الحق. ويقرأ في الإسلام حتى شرح الله صدره للحق. يقول: وفي ليلة نمت باكيا فرأيت في الرؤيا عيسى ابن مريم يشير لي بأصبعه ويقول: كن مسلما، كن محمديا. وهذه بشرى، نحن لا نأخذ أحكاما من الرؤى، لكنها بشرى. قال: فخرجت من بيتي وأتيت إلى هذا المسجد وهو أقرب مسجد إلى بيتي، ودخلت الإسلام. يقسم لي الإخوة بالله أنه في اليوم الثالث وهو يصلي معهم صلاة العشاء سجد ولم يرفع رأسه، فلما قضى الإمام صلاته نادى عليه فلم يجب، فقام إليه مع إخوانه ليحركه فوقع على الأرض، فنظروا إليه فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه،
ومن مات على شيء بعث عليه. لا تنسى هذا الكلام الذهبي. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. دخل علي طالب من طلابي في مدينة المنصورة واستحلفني بالله أن أدعو في الدرس لوالده الذي توفي في ذات اليوم الذي طلب مني الدعاء فيه، فقلت أفعل إن شاء الله. ثم بكى بطريقة لفتت نظري، قال: يا شيخ، لقد مات اليوم والدي ميتة عجيبة غريبة. قلت: حدثني يا بني. قال: كان والدي قوي البنية معافى صحيحا، وجلسنا لنتناول الغداء معه اليوم، فشعر بألم في بطنه وأراد أن يدخل إلى الخلاء أعزكم الله ليخرج ما في بطنه وجوفه. قال: وقف على الحوض ليقيء، ثم قال لنا: انصرفوا. فلما تعب من طول الوقوف برك على ركبتيه أمام المرحاض، وكلما أراد أن يقيء وضع وجهه في المرحاض حتى لا ينجس المكان. قال: وصمت ولم نسمع له صوتا. فقالت لي أمي: قم يا ولدي وانظر إلى أبيك. قال: فقمت فوجدت رأس أبي محشورة في المرحاض وقد خرجت روحه. قلت: أعوذ بالله، أعوذ بالله، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يا بني، ماذا كان يصنع والدك؟ قال: لقد سألت أمي فقالت: يا ولدي، كان والدك لا يصلي. قلت: أنا أعلم خطورة ترك الصلاة، لكن هذه الميتة يا ولدي ليست ميتة تارك صلاة. أعلم خطر ترك الصلاة، فتارك الصلاة فريق من العلماء يكفره وفريق من العلماء يفسقه. لن أدخل في تفصيل الخلاف، لكن أقول: اعلم أنك يا من تركت الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يكفرك ومنهم من يفسقك. أفترضى بذلك؟ قلت: أستحلفك بالله، عد إلى أمك وقل لها يقول لك محمد يستحلفك بالله ماذا كان يصنع والدي. ففطنت وقالت: نعم، صدق الشيخ يا ولدي، أبوك كان بيطلع 1000 جنيه ب1500، كان يعمل مرابيا يأكل الربا. قلت: نعم، صدقت، هذه ميتة آكل الحرام، أن يموت وهو يأكل الحرام. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وذكرت قولة الحافظ ابن كثير وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا يا أرحم الراحمين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ما المخرج؟ ما المخرج في هذه البحور الهائجة والأمواج المتلاطمة من فتن الشهوات والشبهات؟ صارت فتن الشهوات في الأيدي. يستطيع الآن كثير من أولادنا وهم يحملون هذا الهاتف النقال أن يغرقوا في بحر من بحور الشهوات.
وكذلك في شباك الشبهات. ما المخرج؟ أولا أن تصدق في طلب العون من الله جل وعلا، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول. قال النبي لمعاذ كما في سنن الترمذي بسند حسن: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل تسأل الله جل وعلا أن يعصمك من الفتن؟ يا ترى كم مرة تدعو الله بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ كم مرة تدعو الله بهذا الدعاء: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك أو إلى طاعتك؟ ألا ترى أننا قصرنا غاية التقصير، وظن كثير منا أنه أقوى من الفتن بنوعيها الشهوات والشبهات. اطلب العون من الله أن يعصمك، واطلب الحفظ من الله أن يحفظك، وسل الله جل وعلا أن يثبت قلبك وأن يصرفه إلى ما يرضيه، لأن النبي صاحب القلب الموصول بالله قال له ربنا جل علاه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فصاحب القلب المعصوم يقول له ربه: لولا أن ثبتناك. فأنا وأنت نحتاج إلى تثبيت، وهذا التثبيت لا يكون إلا من الله. فاستعن بالله واصدق في طلب العون منه جل وعلا. ثانيا تحقيق الاعتصام بالله عز وجل. قال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد تحدثت اليوم في جامع عقبة بن نافع رضي الله عنه في مدينة القيروان العامرة، تحدثت عن الاعتصام، وقلت: الاعتصام نوعان: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله، ولا نجاة ولا سعادة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بهاتين العصمتين. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. الاعتصام هو الاستمساك والامتناع بالشيء، والاعتصام بالله التوكل عليه والاحتماء به والرجاء فيه والثقة فيه، أن تتبرأ من حولك وطولك وعلمك وفهمك وعملك ودعوتك، وألا ترى نفسك. لا تنسى مني هذا: ألا يرى الواحد منا نفسه، فأنت لا شيء وأنا لا شيء، ولولا فضل الله علينا لهلكنا، ولولا ستر الله علينا لافتضحنا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. تبرأ من علمك وحولك وعملك وعبادتك وقوتك ومددك، والجأ إلى الله واعتصم به وتوكل عليه وثق فيه واحتمي به سبحانه وتعالى. فمن اعتصم به جل وعلا نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ فحقق الاعتصام به جل وعلا. ثالثا تحقيق الإيمان وتجديده. قال جل جلاله:
ومن يؤمن بالله يهد قلبه. تدبر هذه الآية، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. نحن نتحدث عن القلوب، فإذا أردت أن يهدي الله قلبك إلى ما يرضيه فحقق الإيمان به جل وعلا. الإيمان أمان، الإيمان سعادة وعزة ورخاء واستقرار واستخلاف وتمكين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبالإيمان يهدي الله قلبك. جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال له: يا سفيان، مرض قلبي فصف لي دواء، من منكم يريد هذا الدواء؟ كلنا يحتاجه. قال: يا سفيان، مرض قلبي فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. تاني: حاضر. قال: يا سفيان، مرض قلبي فصف لي دواء. فقال: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. حقق الإيمان، حقق أركانه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. إن حققت الإيمان وذقت حلاوته وتذوقت طعمه وأشرق على قلبك نوره، هديت إلى الصراط المستقيم. إنك تدعو الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات صلواتك الفرائض والنوافل أن يهديك الصراط المستقيم هذا. اهدنا الصراط المستقيم. هل تعلم ما هو الصراط المستقيم؟ روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة. عش معي هذا المثل النبوي البليغ. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها أي على الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى رأس الصراط وعلى ظهر الصراط داع آخر إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها الستور، يقول له الداعي على ظهر الصراط: ويحك
لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، إن فتحت دخلت. لا تعرض نفسك، كن بعيدا، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. فسر لنا يا رسول الله هذا المثل لكي نفهمه. قال عليه الصلاة والسلام: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها الستور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي على ظهر الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. كتاب الله يدلك على الحق ويأمرك ألا تنحرف وتعوج، وبين لك الحدود والمحارم، ثم جعل الله في قلبك واعظا. سأسألك سؤالا حرجا جدا الآن. جعل في قلبك واعظا يكلمك ويحدثك. إذا دخلت على موقع إباحي وانتهيت وعدت إلى فراشك حدثك وقال: ألا تستحي؟ ألا تخجل من ربك؟ هل تظن أن الله جل وعلا لم يرك وأنت على هذه المعصية؟ كنت تخشى أن تخرج عليك زوجتك أو أمك أو ابنتك أو ابنك، ولم تخشى أن يراك ربك وأن يسمعك ربك. يحدثك ويكلمك. وإذا أخرجت من جيبك درهما أو دينارا لتتصدق به قال: ألا تخجل؟ أنسيت فضل الله عليك؟ لما لم تخرج 100؟ لما لم تخرج 1000؟ إذا اغتبت أخا من إخوانك وعدت وتذكرت حدثك: ألا تستحي من ربك؟ كيف تأكل هذا اللحم الحرام؟ إذا روجت إشاعة باطلة كلمك، هل تثبت؟ هل تحققت؟ وهكذا واعظ الله في قلب كل مسلم. أنا أسأل وأقول: هل لا زال هذا الواعظ حيا في قلوبنا، أم أننا بإعراضنا عن سماع صوته قتلناه وأمتناه، ولم يعد كثير منا يسمعه، بل تجرأنا على الله جل وعلا في الليل والنهار، ولم يعد كثير منا يراجع نفسه بعد كل قول وكل عمل. ولم أعد أسمع هذا الواعظ في قلبي الذي يحدثني ويخاطبني، لأنني خنقته بالمعصية، لأنني قتلته بالكبر والإعراض عن سماع صوته. واعظ الله في قلب كل مسلم. المؤمن يا إخواني ويا أحبابي يرى ذنوبه، والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يخر عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت بأنفه فذبها هكذا فطارت. المنافق لا يأبه بالذنب ولا يخشى الذنب، أما المؤمن والله يخاف النظرة المحرمة، والله يخاف الغيبة، والله يخاف النميمة، والله يخاف الخواطر السيئة التي تخطر على قلبه، والوساوس القاتلة التي تتعلق بذات ربه، يخافها ويخشاها، ويخشى من قول الحرام وفعله. فالمؤمن مع عمله الصالح يخشى ربه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله،
أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. رابعا، وأنا صمت هذا الوقت الطويل لألفت أنظاركم لخطر وجلال ما أقول بعد ذلك. رابعا، أن نتحصن بعد الله عز وجل بالعلماء الربانيين والدعاة الصادقين. يا أحبابي، لا تدفع فتن الشبهات إلا بنور العلم، ولا يجدد العبد التوبة والأوبة من فتنة الشهوات إلا بنور العلم. ابحث عن العلماء في المساجد، في المواقع، في القنوات. ابحث عن الربانيين الذين يقولون لك قال الله، قال رسوله، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد، قال الأئمة. الزم هؤلاء. يا بني زاحم العلماء بالركب، يقول لقمان لولده، يا بني زاحم العلماء بالركب، فإن الله تبارك وتعالى ينزل الرحمة عليهم كما ينزل القطر. مجالس العلماء مجالس سكينة ورحمة وبركة، لا تسمع من العالم إلا آية وحديثا، ولا ترى منه إلا فهما دقيقا لكلام ربه ولكلام نبيه. العلماء يعرفون الفتن قبل أن تقع، ويحذرون من الفتن قبل أن تقع، ويحذرون منها حين تقع، ويثبتون الناس حين تقع، ويأخذون بالناس إلى الحق وإلى ربهم حين تدمر الأخضر واليابس. كن مع العلماء. أحبابي، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم بإذن الله من الفتن والأهواء هو العلم، وهذا لا يحمله إلا العلماء. فإذا قبض العلماء وقع الناس في الضلال والشقاء، كما قال إمام الأنبياء، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الزموا العلماء وتابعوا العلماء وراجعوا أقوال العلماء، وأنصح أبناءنا وشبابنا أن يجلوا العلماء، وأن يحترموا العلماء، وأن يعلموا قدر العلماء في الأمة، حتى وإن خالفت عالما من هؤلاء العلماء اعرف له قدره، واعرف له قيمته ووزنه، فهؤلاء هم ورثة الأنبياء، وفضلهم على الأمة كبير، ومكانتهم عند الله ورسوله عظيمة. العالم ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هو بشر يصيب ويخطئ، فإن أخطأ فبين له خطأه بالدليل. وأنا أجزم أنه لا يوجد عالم رباني أبدا يستعلي ويتكبر على قبول الحق على لسان أصغر طلابه في حلقة علمه،
فاحترموا علماءكم، وإن اختلفتم معهم في عشرات المسائل من مسائل الفروع والأحكام. ولاحظ أنني أتكلم عن علماء أهل السنة. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. ما من شريف إلا وله زلة، وما من عالم فاضل إلا وله كبوة. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. والعلماء الربانيون متورعون حتى عن الفتوى، فكيف لا يقبلون الحق بدليله؟ تفضل. أتسمحون أن أكمل بعد الأذان؟ لن أطيل عليكم بعد الأذان إن شاء الله. سادسا باختصار شديد، الصحبة الصالحة. أرجو من أحبابنا أن يهتموا في زمان الفتن بالصحبة، فقد ينشأ الابن في بيت فاضل، في بيت كريم، ربما يقوم فيه على أمر التربية والد كريم وأم فاضلة، لكن إذا خرج من بيته وتعرف على صحبة سيئة ربما أوقعته في فتن الشهوات أو الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. فاصحب الأخيار ولا تصحب الأشرار. اصحب من يذكرك بالله، ولا تصحب من تذكرك صحبته بالمعصية وبالشيطان. وأخيرا، حتى لا أشق على حضراتكم وأنا أعلم أنكم تجلسون من وقت طويل، تجديد التوبة. الفتن هذه، فتن الشهوات وفتن الشبهات، تحتاج منا إلى أن نجدد التوبة وأن نجدد الأوبة، وأن يكون أحدنا في توبة دائمة. إن زلت قدمك في بؤرة معصية فارفع قدمك، وإن جذبت أشواك الذنوب ثيابك فاجذب ثيابك وطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم، وعد إلى الله في أي ساعة من ليل أو نهار، واعلم أن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن أعظم فضائل التوبة أنها سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني أصبح كالمرآة، فإذا عاد زادت، فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن أعظم فضائل التوبة أنها سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب، وسبب لحسن الخاتمة كما بينت لحضراتكم آنفا. فإن زلت قدمك فجدد التوبة، واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل، كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم. قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا
وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد. أذنب عبد ذنبا فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله لا تيأس ولا تقنط أبدا، وأرجو أن تتعامل مع ربك بما يليق بجلاله وكماله، فهذا الحديث لا يفتح لنا باب الجرأة عليه، بل يفتح لنا باب الرجاء فيه. يا عبادي يا عبادي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا تيأس أبدا ولا تقنط من رحمة الله أبدا. جدد التوبة دوما، واعلم كما قال شيخ ابن القيم، قال: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. وما كان التوابون أحب الخلق إلى الله إلا وهم أقرب الخلق إليه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل ولم يأمر الله المذنبين بالتوبة، وإنما أمر أهل الإيمان بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان نبينا يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وكان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد: أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. فجدد التوبة، وكن على يقين بأنه جل وعلا سيفرح بتوبتك. لله أشد فرحا، والحديث رواه البخاري ومسلم، لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، يعني رجل يركب دابة عليها طعامه وشرابه يمشي بها في صحراء مقفرة، وفجأة انفلتت الدابة وفقد الظهر الذي يركبه وفقد الطعام والشراب، واستسلم الرجل في الصحراء للموت. رأى شجرة فنام في ظلها ينتظر الموت في أي لحظة، وبينما هو كذلك إذ به يرى دابته وراحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه. فتصور معي فرحة هذا العبد بعودة راحلتي إليه. أراد هذا العبد أن يعبر عن سعادته وفرحه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول نبينا: أخطأ من شدة الفرح، فرح الله بتوبتك إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. إن السعيد لمن جنب الفتن، ها هو خطر الفتن وها هو السبيل للخروج من الفتن. أسأل الله جل وعلا
أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنزل على أهل هذا الجامع العامر من رحماتك وبركاتك. اللهم لا تخرجنا الليلة ولا تفض جمعنا المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم أنزل على أهل تونس من رحماتك وبركاتك. اللهم وفق ولاة أمره لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.